السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم باور انرجيا. معاكم مهندس محمد راجي، والنهاردة هنبدأ في سلسلة جديدة على القناة، والسلسلة دي هتكون عبارة عن كيفية اختبار مهمات الكهرباء، سواء مهمات الجهد المتوسط زي وحدة الربط الحلقي الرينج مين يونت أو المحولات أو الموزعات، أو مهمات الجهد المنخفض زي اللوحات الرئيسية أو اللوحات الفرعية. والنهاردة هنبدأ بأول فيديو في السلسلة دي، وهو طريقة اختبار لوحات الجهد المنخفض. يلا بينا نبدأ الفيديو. بيتم اختبار لوحات الجهد المنخفض في المصنع عن طريق مجموعة من الاختبارات، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة عن طريق اننا هنختبر لوحات مختلفة مع بعض. فأول اختبار بيتم في لوحات الجهد المنخفض هو اختبار الفحص الظاهري، او ما يعرف باسم الفيجوال تيست او فيجوال تشيك. طب ازاي الفيجوال تيست ده بيتم؟ الفيجوال تيست للوحة بيتم عن طريق مراجعة الشوب دروينج المعتمد للوحة، واللي بيكون متوضح فيه طريقة دخول الكابلات للوحة، وبالتالي ده هيتحدد على أساسه طريقة التفتيح في اللوحة، وبيتحدد من خلال الشوب دروينج الريتد كارنت الخاص بالمين بريكر والشورت سيركت كارنت الخاص بيه، بالإضافة للموديل بتاعه، وعدد القواطع الفرعية والريتد كارنت الخاص بيها والشورت سيركت الخاص بيها والموديل بتاعها، وهل هي adjustable ولا لأ، وهل في كنترول في اللوحة ولا لأ، بمعنى هل في كونتاكتور معينة أو ريلي. ففي الفيجوال تيست بيتم مراجعة كل البيانات دي ومطابقتها بالشوب دروينج المعتمد، والتأكد من كثافة وسمك النحاس، بحيث ان 1 مليمتر مربع في النحاس بيشيل تيار قيمته 1.5 أمبير. فمن خلال العلاقة دي بنقدر نحسب كثافة النحاس المطلوبة للبارات. ويجب التأكد كمان من ان المسافة ما بين البارات لا تقل عن 8 ملي زي ما هو موضح في الكود. وبيتم التأكد كمان من طلاء اللوحة، وانه ما يكونش فيه اي خدش او تجريح، وانه بيكون عبارة عن طلاء الكتروستاتيك. اما تاني اختبار بيتم على لوحات الجهد المنخفض فهو اختبار التوصيلية او اطلاق التيار، او ما يعرف باسم الكونتينيوتي تيست. والهدف من الاختبار ده هو التأكد من ان جميع القواطع تعمل بشكل جيد، وان جميع القواطع بحالة جيدة وموصلة بالشكل المطلوب. ففي الاختبار ده بيتم تنزيل جميع القواطع وإطلاق تيار على اللوحة، وبيتم الاختبار ده من خلال استخدام واحد من 3 طرق: إما باستخدام أفوميتر وتظبيطه على وضع البزر ووضعه على كل قاطع للتأكد من سلامة القواطع، أو عن طريق استخدام لمبة بيان ووضعها عند كل قاطع، وبالتالي في حالة لو كان القاطع سليم ووصل له تيار فهتنور اللمبة دي. أما الطريقة الثالثة فبتكون عن طريق استخدام كونتاكتور وتوصيله بكل قاطع، وبالتالي لو كان القاطع سليم ووصل له تيار الكونتاكتور هيعمل صوت وهينزل لتحت. وبالتالي بأي طريقة من الطرق الثلاثة دول بيتم اختبار الكونتينيوتي، وبيتم التأكد من سلامة القواطع. أما الاختبار الثالث والأخير في لوحات الجهد المنخفض فهو اختبار العزل، أو ما يعرف باسم الانزوليشن تيست. والهدف من الاختبار ده هو التأكد من قدرة العزل على تحمل الجهود العالية، وبيتم الاختبار ده عن طريق تسليط جهد قدره 2500 فولت AC أو 2200 فولت DC، وبيتم تسليط الجهد ده ما بين الفازات وبعضها في مرة، وما بين كل فازة والنيوترال في مرة، وما بين كل فازة والإرث. بيتم استخدام جهاز الميجر لقياس المقاومة، بحيث ان المقاومة يجب ألا تقل عن 2.5 ميجا أوم. طب جت منين ال 2.5 ميجا أوم دي؟ زي ما احنا عارفين ان الار بتساوي في على اي، وبالتالي ال 2.5 ميجا اوم دي هي ناتج قسمة 2500 فولت اللي هو جهد الاختبار على 1 ملي امبير. فلو استخدمنا جهاز ميجر انالوج هنلاحظ ان البوينتر بينحرف لاخر التدريج اللي هو انفينيتي زي ما هو واضح قدامنا كده، وده معناه ان القراية اكبر بكتير من 2.5 ميجا اوم. اما اذا كان الجهاز المستخدم هو الميجر الديجيتال زي ما هو واضح قدامنا، فهنلاحظ ان القراية هتكون اكبر من 2.5 ميجا اوم برضو، ولكن لانه ديجيتال فهيدينا قراية، وهنلاحظ انها هتوصل لقيم بالجيجا اوم واحيانا بالتيرا اوم. وده دليل على نجاح الاختبار ونجاح العزل وقدرة العزل على تحمل الجهود العالية. واخيرا لو عملت شورت عن طريق ان اسلط الجهد ال 2500 ده ما بين اي فازة وجسم اللوحة، فهنلاحظ ان جهاز الميجر
هيديني قراية اقل من 2.5 ميجا اوم. وبكده يبقى احنا شرحنا الاختبارات اللي بتتم على لوحات الجهد المنخفض، ووضحنا ازاي بنقدر نختبر اللوحات دي بالتفصيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو عندك اي معلومة حابب انك تضيفها او اي سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.